بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حدث البارحة أظن أو قبل البارحة في أبها، المهرجان الغنائي الذي حصل في أبها، نقول أولا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الحقيقة أنه أمر يقطع قلب كل مؤمن غيور. ما حدث لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنون. نحن الآن في حرب. بالأمس في يوم الحفلة أظن أمس أو قبل أمس قتل 12 من جنودنا المرابطين على الحدود، وهؤلاء يتراقصون على دماء الشهداء. يعني مفارقة عجيبة. لو كنا في حال السلم لقلنا أن هذا منكر، فكيف بهذه الحال، حال الحرب؟ والأدهى من ذلك والأمر والأنكى والأعظم أن يأتي هذا المغني بين قوسين الفنان ليتصور مع النساء. لم نتربى على ذلك ولم ننشأ على ذلك. هذا يحدث في بلاد التوحيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويتحدث معهن وكأنهن محارمه. والأعجب أيضا أن صفوف الرجال والنساء متراصة، صف رجال وصف نساء، وهنا نساء وهنا ذكور، عفوا لا أقول رجال أقول ذكور، بجانب النساء، ويرقص هؤلاء معهن على أصوات الموسيقى والغناء. الأعظم من ذلك عند الله أن يرتقي بعض الشباب للمسجد ليشاهدوا الحفلة الغنائية بجانب المسجد، يظهرون فوق سطح المسجد ويشاهدون المغني ويتراقصون فوق سطح بيت الله. أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. لا أدري ماذا ننتظر. عقوبة من الله تحل بنا. الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. والله لا أعظم من هذا الفعل انتهاكا لمحارم الله. ثم يقولون لماذا تتكلمون؟ أسمع أنا وأنا قادم للصلاة تعمدت أن أسمع برنامج في الإذاعة يتكلم عن الحرية الشخصية. يقول لماذا هذا يحتسب وهذا يحتسب وهذا يتكلم وهذا يتكلم، يعني نفعل ما نشاء واسكتوا. لا، المؤمنون كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول صفة ذكرها الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، رضي من رضي وأبى من أبى، لكن أيضا بالطرق الشرعية. ولا يعني عندما نتكلم عن وجود حفلة كم الذي حضر، ممكن 2000 أو 3، هؤلاء لا يمثلون المجتمع. أعداد المصلين بالمئات وبالآلاف في المساجد، وحلق التحفيظ والدعوة والخير موجود، لكن هؤلاء شرذمة قليلة. لكن لا بد أن نأخذ على أيديهم أيضا بالنصح، نناصح ولاة الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لكن كيف؟ بالبرقيات، تبرق لولاة الأمر برقية طيبة، كلام طيب، أو تصل إليهم لمن يستطيع الوصول إليهم. ومن لم يستطع فعل هذا ولا ذاك فلا أقل يا إخواني من أن ينكر بقلبه، أن تنكر هذا المنكر. لا تلقى الله وأنت تقر هذا المنكر، يكفي أن تنكره بقلبك إذا لم تستطع فعل أي شيء. ثم إنني أتساءل عن أولياء هؤلاء النسوة الذين يصورن مع المغني. من أين أتوا؟ من أين جاءوا؟ بناتنا وأخواتنا، أين أولياؤهن؟ أين آباؤهن؟ يعلم أن ابنته تذهب إلى حفلة غنائية وتذهب وترقص هناك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو لم يكن هناك دين فهناك رجولة، هناك غيرة. الجاهلي يغار على عرضه وهو لا يدين لله بدين.
يقول أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال. والآخر جاهلي لا يدين لله بدين، عندما ركبت زوجته على البعير ونزلت نحر البعير قيل له لماذا؟ قال لا يركب أحد مكان امرأتي. طيب هؤلاء مسلمين وهؤلاء تربوا في بلد الإسلام، لكن لا ألوم النساء لا ألومهن، ألوم أولياء الأمور. فهذه مصيبة يا أخوان. نسأل الله عز وجل أن يصلح الراعي والرعية، ونسأله جل في علاه أن يرزق ولي أمرنا بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يكفينا شر كل ذي شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد